تعال هنا، خد نفس عميق كده وفكر معايا. ايه اللي يخليك تصدق ان مكعب ممكن يطير، او حفرة عميقة جدا تظهر فجأة على ورقة قدامك بيضة؟ مش مصدق؟ طب يلا تعال اقولك القصة والحكاية من البداية. كنت قاعد يوم عادي جدا ماسك الورقة والقلم وقررت ارسم. رسم، بس مش رسم عادي خالص. انا قررت اعمل خداع بصري. تخيل. خليني اوضح لك الاول الابعاد بتاعة الرسمة علشان تعمل زيها بالظبط واحسن كمان. يلا نكمل الحكاية. تخيل ان انا في حياتي كلها كنت برسم بيت باربع خطوط وشجرة جنبها ودايرة كده صغيرة بسميها الشمس. قلت لنفسي خلينا نحاول نعمل رسمة تخلي الناس تحس انها في فيلم خيال علمي، وهو يمكن اطلع اقدر اخدع العيون واعمل خداع بصري في الرسم. وزي ما انت شايف دلوقتي، بدأت بمكعب. قلت ارسمه بشكل عادي، بس لا، ده لازم يطير. قعدت احط ظلال واظبط في الاضاءة وكأني بالظبط مهندس ديكور. وفي الاخر المفاجأة، المكعب باين كأنه بيطير بجد. والله، ده حتى انا نفسي قعدت ابص له واقول طب ازاي ده حصل؟ هو بجد ده ولا دماغي اتلخبطت؟ خلوني اوضح لكم تاني الابعاد في الجزئيه ديت علشان تعملوا معايا نفس الخطوات وتطلع نفس الرسمه هي يمكن احسن كمان. يلا بدأت ولا لسه؟ ما تكسلش، هات ورقتك وقلمك وابدأ حالا. يلا ابدأ الرسم معايا علشان تشوف الوهم البصري في الواقع. بعد المكعب ده قلت طب ما نكمل الجنون. رحت رسمت حفرة على ورقة عادية جدا، لكن الحفرة دي طلعت واقعية لدرجة إن حد شافها قال لي يا عم خلي بالك لحسن تقع فيها. وطبعا قعدت أضحك، لأن طبعا لو الورقة دي والحفرة دي بلعتني يبقى خلاص أنا دخلت في عالم جديد. طب هو السر فين بقى؟ ما تقول لنا السر بقى. والموضوع كله أصلا خداع بصري. أيوة يا سيدي، الظلال والإضاءة هم الأبطال هنا. لو عرفت توزعهم صح الناس كلها هتصدق اللي انت عامله. يعني مثلا لما اظبط الزاوية واشوف النور جاي منين اقدر اخدع عينك بكل سهولة. وطبعا قعدت وقت طويل جدا ارسم وامسح ارسم وامسح واحاول اشرح لنفسي ان الرسمة دي مجرد رسمة مش حفرة فعلا. فعايز اقول لك انا مسهل عليك وكاتب لك الابعاد على الرسمة علشان تعمل زيها بكل سهولة، لان انا تعبت فيها على ما وصلت لده. جينا لمرحلة دمج الرصاص مع بعضه. مرحلة دمج الرصاص مع بعضه، بناخد واحدة من الأداة ديت طبعا معروفة في كل مكان، دي الأداة اللي بننظف بيها ودنا. ممكن تستخدم في مرحلة تسيح الرصاص أو دمج الرصاص مع بعضه قطنة أو منديل أو صباعك حتى، أو ممكن تستخدم القلم الخاص بالمرحلة دي. لازم نراعي ونخلي بالنا قوي قوي إن المرحلة دي مهمة جدا علشان تبان واقعية. لازم ما نخليش فيه خطوط واضحة، ويكون الرصاص سايح كده ومدموج كله مع بعضه بطريقة سليمة. هنكمل مع بعض الجزء الخاص بالظل للمكعب الطاير، واللي هيبان معانا في الآخر بواقعية مفرطة ومش عادية. خليك متابع وما تفوتش ولا ثانية، لأن خلاص احنا قربنا نخلص كل حاجة. بصوا بقى يا جماعة، خليني أقول لكم على بطل القصة الحقيقي في الرسمة دي، الفلوماستر الأسود، واللي من غيره الرسمة دي كانت هتطلع زي الحاجات اللي بيرسمها الأطفال في الحضانة. الفلوماستر الأسود ده هو اللي جه في الآخر وقال لي سيبها عليا، أنا اللي هظبط كل حاجة. لما تحدد بيه الحواف وفجأة الرسمة بتتحول من شخبطة عادية لتحفة فنية. الظلال تبان، الحفرة تبقى عميقة، والمكعب بيطير فعلا. وكأن القلم الأسود اللي في الماستر ده تحس كده إن هو واخد شهادة في الهندسة البصرية. ودلوقتي خليني أحكي لكم عن اللحظة اللي الرسمة كلها خدت معايا منعطف جديد. أول ما قررت أشد الخط في نص الرسمة، في اللحظة دي كنت حاسس كأني بعمل عملية جراحية دقيقة جدا. مسكت القلم وخط في النص، وهنا بدأت الحفرة تاخد شكلها الحقيقي. بس اللي حصل بعد كده كان الأكشن بجد. مرحلة قطع الورقة. مسكت المقص وبدأت أقص حوالين الرسمة، أو ممكن تقص بالقطر. وكنت حاسس كأني بفصل عالمين عن بعض. كل حركة كانت محسوبة عشان ما فيش أي غلطة تبوظ كل حاجة عملتها. وأول ما خلصت بصيت على الورقة كده وقلت ياه، دي مش رسمة، دي خدعة محترفين. فعلا اللحظة دي كانت التحول اللي خلى كل حاجة تبان واقعية وبشكل جنوني. هنا بقى كانت اللحظة اللي حسيت فيها إني فنان عالمي، والرسمة دي هي التحفة اللي هتغير تاريخ الفن. قررت أديها التاتش الأخير، التوقيع. مسكت القلم وأنا حاسس إني بيكاسو أو دافنشي، وقلت ده توقيع مش أي حد يمضيه. وأول ما كتبت اسمي جنب الرسمة حسيت كأني ختمت شهادة ميلاد لتحفة فنية. التوقيع ده مش مجرد اسم، لأ، ده إعلان رسمي يا جماعة. اللي قدامكم ده مش سهل، دي شغلانة معمولة بحرفنة. وطبعا وانا بمضي كنت ببص للرسمه وكاني بقول لها استعدي، الجمهور مستني يشوفك.
وأخيرا اللحظة اللي كل حاجة اتحضرت ليها، العرض الأخير. مسكت الرسمة وطلعت قدام الناس وأنا حاسس كأني ساحر هيكشف خدعة لأول مرة. أول واحد بص للرسمة وقال: إيه ده؟ هي الحفرة دي حقيقية ولا إيه؟ والتاني صرخ: هو المكعب ده بيطير ولا إيه؟ إزاي ده؟ وأنا واقف مبتسم وقايل لنفسي: أيوة يا جماعة، خداع بصري رسمي. كل واحد كان بيقرب من الرسمة كأنه بيحل لغز، وأصوات الدهشة كانت موسيقى طبعا بالنسبة لي. الموضوع كله كان كوميدي جدا، واحد بيحاول يحط صباعه في الحفرة والتاني عايز يمسك المكعب الطاير، وأنا واقف بقول لهم: يا جماعة دي رسمة، ورقة وقلم بس، شوية شادو وحرفنة بسيطة. في اللحظة دي حسيت إن تعب كله كان يستاهل. الرسمة مش بس بهرت الناس، دي خلتهم يشكوا في عيونهم، وده بالنسبة لي كان العرض المثالي، كأني عملت فيلم تشويقي بورقة وقلم بس. لو عجبتكم الرسمة واستمتعتم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة، وكملوا معايا رحلة الإبداع.